بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي انا هسوي سجق بطريقة جميلة جدا وطعمها حلو قوي قوي قوي. نشوف مع بعض، وسهلة كمان، طعمها حلو قوي. نقول بسم الله. دلوقتي نزلته في طاسة سخنة جدا لغاية ما ننزل سمنته كويس يساوي بعض في بعض. دلوقتي شوف اعمل ايه. بعد ما ينزل سمنته اقلبه بس شوية. دلوقتي بينزل سمنته اهو. هبتدي احط دلوقتي الطماطم والفلفل الحراق، وبحط كمان دلوقتي قبل ده كله حتة ليا. ادي الليا عشان تدي طعم جميل، تسيح مع بعضيها ويبقى ريحتها حلوة قوي قوي قوي. ده سجق بلدي من الجزار، بس انا بحط حتة ليا كمان من عندي. دلوقتي حضرت في البلانشة بتاعتي فلفل حراق وطماطم تقطع كاريه صغير وبصلة صغيرة جدا وتوم. كل ده هنزله في الطاسة. دلوقتي بنزله كله. اديني دلوقتي نزلته، اقعد اقلبه كده. بسم الله. دلوقتي هبتدي احط التوابل بتاعته. دلوقتي حطيت معلقة بابريكا صغيرة، معلقة كركم صغيرة، نص معلقة شطة، معلقة صغيرة كزبرة، ونص معلقة فلفل اسود، ومعلقة بهارات، ومعلقة ملح او معلقة ونص ملح. كل ده هنزله ايه في الخليط على الطاسة. ودلوقتي قلبت الخلطة مع بعضيهم كلهم، السجق الحاجات اللي كلها حطيتها، وبحط نص كوباية مية على اساس السجق يستوي كويس جدا. وبعد كده اما يستوي خالص نشوف هنحط ايه. بيستوي بسيط عشان ابقى ضامنة ان هو استوى. دلوقتي المية بتبتدي تتشرب. انا بحبه ناشف، انا بخليه للاخر. بسم الله، عشان بس يكون ضمنت ان هو من جوه استوى. دلوقتي هتبتدي ايه تنشف. بسم الله. دلوقتي ابتدى ينشف في الميه بتاعته. بنزل دلوقتي ب4 معالق خل. بسم الله. يا سلام على الريحه، جميله جدا، حلوه قوي. ودلوقتي خلص السجق. حاجة سهلة جدا، بس نعمل الخطوات دي. بحط الخل في الاخر عشان ريحته ما تروحش ابدا. اذا عجبتكم الطريقة ما تنسوش الاشتراك في القناة وجرس الاشعارات واللايك. بون ابيتي، بون ابيتي.